السلام عليكم، أهلا مرحبا. اليوم بنسوي عمل باب تراثي نجدي. هذه الآن الباب. البداية لابد أن تجهيز أطوال وعرض الباب. هذا صفائح الأخشاب لعمل الباب. الآن يعمل نقش على الباب، هذا ضروري، لابد النقش على الباب أو الحز، بما يسمى الحز على الباب، بمساعدة أدوات الحفر. وهذه الأعواد يتم عمل عوارض الباب، العوارض التي توضع على الباب يتم نشر المقياس المناسب، بعدين توضع على الباب. الآن تم وضعها على الباب بعد ما وضعنا التقمير، والآن نعمل على نقش الباب بألوان الإكريليك. وتمت إضافة أيضا حلقة الباب والقفل. هذه الصورة النهائية للباب التراثي النجدي، يصلح للإهداء ويصلح للذكرى. نراكم على خير في تصميم جديد بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.